الترجمة إلى اللغة العربية: هناك عدة أمور يجب توضيحها وتصحيحها بشأن تصريحات أحد الشخصيات الدينية من جاوة الوسطى المسمى كياي أحمد نوريانتو خلال خطبته أمام مريديه. Aceh kota Serambi, Mekah. Serambi mah kurang ibadah, tapi Allah maringi laknat. Hancur itu. Kenapa? Pengen merdeka baik. Pernyataan Kiai Haji Ahmad Eko Nurianto, seorang tokoh agama asal Jawa Tengah yang mengaitkan bencana alam di Aceh dengan isu permintaan kemerdekaan menuai beragam reaksi dari warganet. Ucapan tersebut viral di media sosial setelah beredar potongan video dan kutipan pernyataan yang menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah namun dinilai masih mengangkat isu separatisme sehingga disebut-sebut sebagai alasan datangnya murka atau laknat Tuhan. ونظرا لجهله بآتشيه أو لعدم إلمامه بتاريخها وكل ما يتعلق بها، فإني بصفتي مواطنا من شعب آتشيه أود توضيح ما يلي. أولا، آتشيه ليست اسما لمدينة، بل هي إقليم كان في الأصل دولة ذات سيادة، ثم اندمجت وانصهرت في دولة جمهورية إندونيسيا. ومنذ عام 1949 وحتى الآن أصبح وضعها القانوني مقاطعة تابعة لجمهورية إندونيسيا. وتوجد في آتشيه عدة مدن منها باندا آتشي، سابانغ، لوكسوماوي، لانكسا، سوبولوسلام، بالإضافة إلى مدن أخرى هي عواصم للمحافظات مثل بريوان، سيغلي، كوالاسيمبانغ وغيرها. ثانيا، إن كارثة الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت آتشيه وسنطرة حدثت في أواخر نوفمبر 2025. أما المطالبة بالاستقلال من قبل شعب آتشيه فقد بدأ الجهر بها مجددا في أوائل ديسمبر 2025 كشكل من أشكال احتجاج الشعب على بطء استجابة الحكومة المركزية في التعامل مع حالات الطوارئ أثناء الفيضانات. لذا فمن الناحية الزمنية ليس من الصواب أن يقول إن الله سلط الفيضانات على آتشيه لأنها طالبت بالاستقلال. لقد سبقت الكارثة تلك المطالب يا فضيلة الكياي. Pernyataan itu sontak memicu kontroversi dan perdebatan luas di ruang publik digital. Sejumlah pengguna media sosial mengecam keras narasi tersebut karena dianggap menyudutkan masyarakat Aceh dan tidak memiliki dasar ilmiah maupun teologis yang jelas. ثالثا، في تقديرنا وبناء على تفسيرات العلماء المفسرين، فإن المصائب التي تصيب قوما أو بلدا لا تعتبر دائما لعنة من الله، بل قد تكون ابتلاء أو تذكيرا، ولا يمكن وصفها بأنها لعنة أو عذاب إلا إذا نص الله على ذلك في القرآن الكريم، مثل العذاب الذي حل بقوم عاد أو ثمود، أو عذاب الله على قوم لوط. Di sisi lain, sebagian kecil warganet mencoba menafsirkan pernyataan tersebut sebagai pandangan pribadi yang bersifat subjektif. Namun secara umum, respon publik didominasi kritik dan seruan agar tokoh agama lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama terkait isu sensitif seperti bencana, keimanan, dan identitas suatu daerah. Hingga kini, pernyataan tersebut masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kata Gusti Allah sami Aceh kota Serambi Mekah. Ayo. Aceh kota Serambi Mekah. Serambi mah kurang ibadah, tapi Allah maringi laknat. Hancur itu. Kenapa? Pengen merdeka baik. رابعا، لا يليق بفضيلة الكياي أن يقول إن الفيضانات والانهيارات التي أصابت سكان آتشي وشمال سومطرة وغربها هي لعنة من الله، إلا إذا كان فضيلته قد تلقى وحيا من الله أو تم تعيينه رسولا 26 ليعلم الغيبيات التي يبلغها جبريل عليه السلام. خامسا، إن هتافات الاستقلال ورفع علم النجم والهلال التي تعبر عن طلب الاستقلال والتي نادى بها معظم شعب آتشيه في أوائل ديسمبر الماضي كانت تعبيرا عن خيبة أملهم تجاه معاملة الحكومة الإندونيسية
التي لم تصنف فيضانات آتشي وسومطرة ككارثة وطنية، مما جعل الحكومة المركزية في جاكرتا تعتبر مقصرة وغير مبالية بمعاناة شعب آتشيه، حين أنها عندما يتعلق الأمر باستخراج الموارد الطبيعية لآتشيه تكون سريعة جدا ولا تنتظر الغد. 6. يجب على الكياي الاعتذار فورا لشعب آتشيه، لأن كلماتك قد جرحت مشاعرهم جميعا، وهو أمر قد يأسف عليه أيضا أهلنا في جاوة الوسطى. 7. إن توضيحك واعتذارك لشعب آتشيه لن ينقص من قدرك كعالم دين، بل سيزيد من تواضعك كاتباع للنبي والرسول 25 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 15 يناير 2026. مع خالص الاحترام، اسكندر مياني مودا، مواطن من شعب آتشيه،